مصر ما بتزرعش شاي اصلا. لا 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 منجوجو اهدى بس، يعني كل دبابيس الشاي اللي احنا بنشربها دي ما بنزرعهاش ولا ورقه واحده. كوبايه الشاي الكشري اللي في ايدك دلوقتي كانت سبب في قيام ثورات، وسبب في حرب مخدرات، وسبب في تاسيس امريكا اصلا. ركز معايا منجوجو يا اخويا. المشروب البسيط اللي لونه بني اللي بتحبس بيه بعد الاكل هو حرفيا قلب الدنيا زمان. والاغرب من كده صديقي المنجوجو ان اول مره اتعمل فيها المشروب ده كان غلطه. ريح لي ظهرك بقى عشان احكي لك الحكايه اللي محدش قالها لك. الامبراطور شين نونج في الصين، الراجل قاعد في جنينه القصر بتاعه بعد العصاري تقريبا سنه 2737 2738 قبل الميلاد. الخادم بتاعه واقف بيغلي شويه ميه، ورقه وقعت من الشجره خلت الميه لونها يتغير. الامبراطور دماغه شاطر وكان عايز يضرب الخادم بتاعه، وبعدين قال لك طب بدل ما اضربه ادوق شويه من المشروب ده. وده اول شفطه من المشروب، واللي حواليه كلهم واقفين مترقبين، واولهم الخادم بتاعه عشان ما ياكلش علقه. وبعد اول شفطه وشه نور، عجبه المشروب جدا، وبدل ما يضرب الراجل روق عليه. بس السؤال اللي لسه بيطرح نفسه، ازاي ورقه صغيره خضراء وقعت من شجره في الميه قدرت تغير موازين العالم كله؟ وازاي منجوجو زي ما انت قلت لي من شويه ان هو قوم ثورات واسقط امبراطوريات لحد ما وصل لحد باب بيتك عند قهوه السكريه. الامبراطور اللي كلمتكم عليه من شويه كانوا بيقولوا عليه الامبراطور الطبيب، كان بيحب يجرب الاعشاب. يعني ببساطه الامبراطور ده هو اول مهووس بالديتوكس في التاريخ. لما شين قعد يبحث في الورقه دي اكتشف ان الورقه اسمها كاميليا سينسز، ومن هنا الدنيا اتقلبت. في البدايه الشاي ما كانش مشروب روقان وصهلله زي دلوقتي، كان بيتشرب كدواء. الصينيين ساعتها كانوا بيقولوا ان هو بينظف الجسم من السموم، يساعد على التركيز ويمنع النوم اثناء التامل، لدرجه ان هم كانوا بيشربوا الشاي ده ويخليهم صاحيين لمده 18 ساعه عشان يعملوا جلسات اليوجا والمديتيشن بتاعتهم. طبعا اخويا المنجوجو يسمع الكلام ده ويقول لك انا اخر مره صحيت فيها 18 ساعه انا عشان اخلص البرزنتيشن اللي مديري طالبها. اقول لك ملناش دعوه يا منجوجو. وفي عهد اسره هان ده غير شين نونج، وعايزك تركز معايا في الاسامي الصيني، الشاي خرج من المعابد وبدا يدخل الاصول واصبح مشروب الملوك والنبلاء. كانوا بيقدموا الشاي في احتفالات ضخمه، لدرجه ان هم كانوا بيقيسوا ذوق الراجل من طريقه تقديمه للشاي. يعني انت يا منجوجو يا اخويا لو لسه بتصب الشاي زي ما بتصب عصير القصب عشان تعمل رغاوي، في الغالب كنت ممكن تتسجن وقتها. بس تفتكر ايه اللي حصل بعد ما الصين وقعت في حب الشاي؟ الدنيا كلها بدات تسمع عنه، اصل التجار شموا الريحه من بعيد. ومن هنا بدا وظهر اول طريق في التاريخ اسمه طريق الحرير. الطريق ده اعتبره هو الانترنت بتاع زمان، كل حاجه كانت بتمشي عليه، تجاره، افكار، واحيانا مؤامرات. بس كان في طريق تاني اخطر من طريق الحرير، وكان اسمه اعجب من طريق حصان الشاي. الصينيين في الوقت ده كانوا بيبدلوا الشاي بالخيول. تخيل ان في الفتره ما بين القرن العاشر والقرن ال12 الصين كانت بتبادل 20,000 حصان مقابل 8000 طن شاي. يعني بحسبه بسيطه من جوه يا اخويا الحصان كان واقف ب 400 كيلو شاي. ومن اللحظه دي الشاي ركب البحر لاول مره. وفي سنه 1609 التجار الهولنديين خدوا الشاي معاهم لاوروبا، ومن وقتها الدنيا اتقلبت. كل بيت في اوروبا بقى عنده طقوس اسمها تي تايم. ايوه من جوه عارفه اللي بنسقسق البسكوت النواعم فيه. والطبقات المزهزهه ساعتها كانت بتتسابق على مين يشرب شاي اغلى. يعني ببساطه المشروب اللي اخترعه الامبراطور الصيني بقى رمز الرقي عند الانجليز. بس الانجليز كالعاده لما بيعجبهم حاجه لازم ياخدوها كلها. وهنا دخل اللعبه اخطر لاعب في التاريخ، شركه الهند الشرقيه البريطانيه. ده اسمه مركب قوي ده منجوجو. اصل الشركه دي بدات تسيطر على تجاره الشاي واحتكرت السوق حرفيا. بس للاسف يا منجوجو يا اخويا الاحتكار ده هو اللي هيولع ثوره من اخطر الثورات في التاريخ. الشاي كان اغلى من الذهب، والانجليز ماسكين السوق من حديد. الامريكان قالوا لك لا انا مش هفضل ادفع ضرائب من غير ما يكون ليا صوت في البرلمان. الانجليز قالوا لهم ماشي نرخص لكم الشاي بس بشرط انكم تشتروا من شركه واحده بس. وطبعا اخويا المنجوجو لازم يكون فطن. تفتكر هيشتروا من شركه ايه؟ شركه الهند الشرقيه البريطانيه. الله ينور عليك يا منجوجو. وهنا بقى الامريكان حزت في نفسيته، قال لك يعني انا هدفع فلوس وكمان مش هختار الشركه اللي اشتري منها؟ وانا هفق قوي كده يا جوني. وفي ليله 16 ديسمبر سنه 1773 100 متنكرين في زي قبيله الموهوك الهنديه اقتحموا سفن الانجليز في ميناء بوسطن، ورموا في البحر 342 صندوق شاي. الميه بتتلون، الهواء كله ريحته شاي، والحفله بدات. اللي ولع الثوره دي ساعتها مش فكره السعر لكن فكره الاحتكار. والطلعه والحادثه دي اتسمت بعد كده بوسطن تي بارتي نسبه الى الحفله اللي اتعملت عليها. ودي كانت الشراره الاولى اللي ولعت الثوره الامريكيه وقتها. بس اللي محدش يعرفه ان نفس الشاي اللي حرر امريكا هو اللي استعبد ملايين في الهند والصين بعد كده. الشاي اللي بشربه بعد الغداء هو بعد الثوره الامريكيه الانجليز رجعوا يبصوا على الشاي تاني، بس المره دي مش كمشروب، بصوا عليه كخطه اقتصاديه كامله. بريطانيا كانت مدمنه شاي، بس في مشكله صغيره، الصين مش محتاجه من الانجليز حاجه. يعني الصين مسيطره وراكبه، فبريطانيا تعمل ايه؟ قررت تعمل حركه شيطانيه. قرروا يبيعوا للصين حاجه تانية وعايزين الناس تدمنها زي الشاي. تفتكر انت ايه يا منجوجو؟ نقول قهوه مثلا؟ طيب واخضر
اخضر يا منجوب؟ بقول لك حركه شيطانيه، قرروا يبيعوا لهم افيون. اعوذ بالله من غضب الله. الانجليز بداوا يزرعوا الافيون على ارض الهند اللي كانت تحت احتلالهم، وبداوا يهربوا له الصين من تحت لتحت عشان يغطوا مصاريف استيراد الشاي. وفي سنه 1839 تجاره الافيون بقت بتغطي مصاريف استيراد الشاي وزياده. الصين فاقت وقالت لك كفايه كده، صدرت كل شحنات الافيون وبدات تفوق وتنتبه لنفسها. بس بريطانيا مش هتسكت، قالت لك احنا هنرد بحرب، وسموها حرب الافيون. الحرب دي استمرت من 1839 ل 1842. بريطانيا انتصرت واجبرت الصين ان هي تفتح المواني بتاعتها. ده انت جاحد يلا، يعني انت عشان تشرب شويه الشاي تستعبد شعوب وتسمم شعوب تانية. الصين دخلت في فتره صعبه جدا لحد سنه 1949، والفتره دي اتسمت بقرن الاذلال. وفي نفس الوقت اللي كانت الصين بتنزف فيه، بريطانيا كانت بتفكر وتقول لك هو احنا ليه نشتري الشاي من الصين اصلا؟ ده انت عايز تردم عليهم خالص. قال لك ما تيجي نزرع الشاي في الهند. وهنا ظهر في المشهد راجل اسمه روبرت فورشن، وده واحد من اول الجواسيس الزراعيين في التاريخ. دخل الصين متنكر في لبس تاجر وسرق الاف بذور الشاي ونقلها للهند. ومن هنا بدات مزرعه الاستعمار في الهند. ملايين الهنود اشتغلوا بالسخره في المزارع دي عشان العالم كله يشرب شاي انجليزي الصنع بايادي هنديه وبذور صينيه. بس يا منجو انت عمال تفسحني من الصين لامريكا لبريطانيا، طب فين الدنيا في الحدوته دي؟ متسرع يا منجو، ما انا لسه هكسر يمين وداخل على مصر اهو. احنا اللي حولنا الشاي لمشروب شعبي في كل بيت. الشاي وصل مصر في القرن ال16، وده كان مع بدايه النفوذ البريطاني في المنطقه، لكن انتشاره الحقيقي حصل في القرن ال19 وقت الاحتلال الانجليزي في مصر. الانجليز كانوا بيشربوه في القصور، لكن المصريين خدوه وغلفوه بطريقتهم وخلوا الشاي مزاج شعبي. وكل منطقه في مصر بقى ليها طريقتها الخاصه في شرب الشاي. يعني في اللي بيعملوا كشري، في اللي بيعمل شاي صعيدي، في اللي بيعمل شاي بربري منه فيه، وممكن اعدلك في انواع الشاي للصبح. والشاي بقى مشروب الشعب كله، من الموظف اللي بيشربه في كوبايه الازاز على المكتب، الناس اللي بتشرب كوبايه الشاي في كوبايه كرتون من على النصبه، لحد الناس اللي في ايجيبت اللي بتشرب الشاي في كوبايه بورسلين. بس انت عارف الغريب في الحدوته دي ايه؟ ان مصر ما بتزرعش الشاي اصلا. لا 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 منجو اهدى بس، يعني كل دبابيس الشاي اللي احنا بنشربها دي ما بنزرعهاش ولا ورقه واحده. كل كوبايات الشاي دي جايه لنا من سريلانكا وكينيا، واحنا بنستهلك اكتر من 70,000 طن شاي في السنه. يعني كل مصري تقريبا بيشرب له كيلو شاي لوحده. ومع حبنا الكبير للشاي بدات تظهر شويه اساطير، وبدانا نصدق اي حاجه بتتقال عليه. يعني انا شايف واحد من المانجوز ماسك كوبايه شاي اخضر بعد اكله ممبار وكوارع، وبيقول لك انا بقالي اسبوعين على الشاي الاخضر وبطلت اعيش. في منهم اللي بيقول لك ان الشاي الاخضر بيخسس اصلا، دي خرافه. لكن الحقيقه ان الشاي الاخضر فيه بعض المواد اللي بتزود الحرق شويه، بس تاثيرها بسيط جدا. يعني انا كده مش هخس منجوجو، الحل الوحيد عشان تخس انك تبطل المحشي وتحديدا الكروم. بعد الاف السنين الشاي ما بقاش مجرد مشروب، بقى صناعه بتتحرك بيها مليارات الدولارات. يعني مثلا خد لك شويه ارقام، بس انا عارفك تعز الارقام. سنه 2025 سوق الشاي وصل ل 294 مليار دولار، والصين لوحدها بتنتج اكتر من نص الشاي العالمي بنسبه 53%. الهند في المركز الثاني وكينيا في المركز الثالث. واحنا في مصر من اكبر المستهلكين في الشرق الاوسط، بنستهلك من 65 ل 75 الف طن سنويا. نزرعه ما نزرعوش لا غنى عن دبوس الشاي. من اول غلطه الورقه اللي وقعت في الميه لحد الكوبايه اللي في ايدك النهارده، رحله الشاي بتقول ان ممكن حاجه بسيطه جدا تغير التاريخ. نقوم نتحرك بقى، جرب تعمل البراند اللي بتحلم بيه بقالك 60 سنه. اكتبوا لي في الكومنتات بتحبوا تشربوا الشاي ازاي، وعايزين الحكايه الجايه عن ايه، عشان انا منجوجو وبعون الله هحكي لك الحكايات اللي ما حدش حكاها لك. ما تنساش تعمل شير لعشاق ابو نعناع اللي في حياتك.